لو عندك هدوم الدنيا او ما عندكيش هدوم خالص، في قطع وجودها في الدولاب مش رفاهيه، ده امان نفسي. عندك خروجه بقى، او جالك ضيوف، او جالك مشوار سريع، او حتى مناسبه مش عارفه تلبسي فيها ايه، القطع دي هي اللي هتنقذك. خفيفه وعمليه وبتليق على كل حاجه. وما تقلقيش، هما مش كتير، هما 9 قطع، وانا هقول لك عليهم واوريهم لك. اول حاجه لازماكي 3 باديهات قط، اسود وبيج وابيض، تلبسيهم تحت البلوزات الشفافه او الجواكت او البلوفرات، بس هما كده كده من الاساسيات في الدولاب. طرحه بيضه، طرحه سودا، طرحه بيج، تتلبس في كل الاوقات وتليق على كل حاجه. تالت حاجه بقى ودي مهمه جدا، اسدال الصلاه. تنزلي تجيبي حاجه سريعه من تحت، او تجيبي العيال من المدرسه، او تفتحي للدليفري على طول، هوب خش جوه واطلع بره. رابع حاجه وهي العبايه السوداء، قطعه الانقاذ الاولى لاي خروجه سريعه او طارئ. خامس حاجه عبايه استقبال شيك، عشان لما يجوا الضيوف فجاه او تنزلي الجاره من جيرانك ما تحسيش انك بيئه كده وسطهم. سادس حاجه لجن اسود وابيض، تلبسيهم بطانه تحت التونيكات والفساتين والسكيرت. سابع حاجه قميص ابيض وبنطلون اسود واسعين، هيخلوا فيه ستايل كلاسيك مناسب قوي للشغل او مشوار رسمي او خروجه بسيطه. بصراحه لما بشوف حد لابس كده في الشارع ببقى مرتاحه له، محتشم، عشان لو راح عزا او مناسبه رسميه او تكوني لابسه مناسب من غير تفكير. تاسع حاجه الشنطه السوداء، ودي لازم تكون موجوده اساسي كده كده، ولو في ميزانيه هاتي بيج وبيضه وهافان، وكتر خير الدنيا قوي كده. نازله خارجه اختاري واحده منهم هتمشي على اي حاجه، لان الالوان دي بتكون مناسبه لكل الوان الملابس ولاي وقت في النزول. اكتبي لي في الكومنتات انهي قطعه من ال9 ناقصاكي، وايه اكتر قطعه ما تقدريش تستغني عنها في دولابك.